السلام عليكم تعالى وبركاته. معكم قناة حدث يروى. موضوعنا اليوم عن أسود الأطلس عندما تركوا بصمة في مونديال قطر سنة 2022. لم يكن إنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر سنة 2022 مجرد إنجاز رياضي صنع التاريخ بوصوله إلى نصف نهائي، بل كان حدثاً إنسانياً وثقافياً ترك أثراً عميقاً في قلوب الملايين عبر العالم. فبينما كانت الجماهير تتابع المهارات والأهداف والانتصارات، كان هناك مشهد آخر يخطف الأنظار بعد كل مباراة، ألا وهو مشهد الأمهات. ظهر لاعب المنتخب المغربي وهم يتجهون مباشرة إلى أمهاتهم بعد نهاية المباريات، يعانقوهن ويقبلون أيديهن ورؤوسهن، بل إن بعضهم قبل قدمي والدته أمام عدسات العالم بكل فخر واعتزاز. لم يعتبروا ذلك أمرا محرجا أو قديما، بل رأوه شرفا وتعبيرا صادقا عن الامتنان لمن كانت سببا في نجاحهم، ألا وهي الأم. هذه الصور انتشرت في مختلف وسائل العالم أو الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث عنها صحفيون ومحللون من مختلف الدول. فالعالم اعتاد رؤية اللاعبين يحتفلون مع زملائهم أو مدربيهم، لكنه شاهد هذه المرة نموذجا مختلفا عنوانه الوفاء للأم. كما قلت، عنوانه الوفاء للأم. لقد قدم المنتخب المغربي رسالة أقوى من كرة القدم نفسها، مقالها أن النجاح الحقيقي لا يجعل الإنسان ينسى جذوره، وأن الشهرة لا تعني التخلي عن القيم التي تربى عليها. فالأم التي سهرت وربت وضحت كان لها مكانها طبيعي في لحظة الفرح والانتصار. كثير من المتابعين حول العالم عبروا عن إعجابهم بهذه المشاهد، وقال بعضهم إن المنتخب المغربي لم يربح فقط مباريات كرة القدم، بل ربح احترام الناس وأعاد التذكير بقيمة الأم ومكانتها في الأسرة والمجتمع. لهذا سيبقى مونديال قطر 2022 محفوراً في الذاكرة، ليس فقط بسبب الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس، بل لأنه أظهر للعالم وجهاً جميلاً من الثقافة المغربية، حيث يبقى احترام الأم وبرها من أعظم القيم التي يعتز بها المغاربة أينما كانوا. وفي الختام، لا تبخل بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.